بعد الضجة التي أثارتها صورة أكبر كبش في الجزائر عبر وسائط التواصل الاجتماعي، شدنا الفضول للبحث عن هذه السلالة، فاتجهنا إلى بلدية سيدي عيسى. هاوي في تربية الكباش العملاقة. اليوم إن شاء الله حبينا نعرفوكم بالسلالة الجزائرية الأصيلة اللي هي السلالة العملاقة، ممكن في القطر الجزائري وتاني تروح حتى المغرب العربي. اسمها في الحجم، رانا نهضروا على الحجم نتاع السلالة تاعنا، والسلالة تاعنا هذه راهي في طريق الانقراض نظرا للإمكانيات القليلة جدا اللي ما عندهمش الموالاة هنا في الجزائر، وماشي متلقين الدعم مثلا من ناحية تاع العلف. هاد السنة كيما العام هذا العلف وصل لواحد السوام يعني خيالية، ممكن يلحق حتى ل 800,000 850,000. ورغم أن حمى الأسعار لا تزال تعرف انتشارها، غير أن البعض من المواطنين يبقى مولع بهذا النوع من الكباش. وتاني احنا ماذا بينا تاني الناس اللي تكون عندها هوايه تاني تمارس هذه الهوايه. مثلا احنا كيما بلدان واحد اخرين مجاوره يستحفظوا على السلاله تاعهم، فهمتني؟ تما كاين ناس هواة ماشي لازم تكون فلاح باش تخدم، تقدر تكون هاوي وتقدر تاني تكون في الدومين هذايا، فهمتني؟ دعموا وراكم تشوفوا السلاله هذه وراها نخدموا فيها من بكري، من جد جدود، من جدنا لبوينا لحنايا انا في وسطها ان شاء الله. وانا باش نلحقوها لهذا الوقت مش حاجه سهله، ماش حاجه سهله. هاي تاكل بسوام وتاكل بدراهم، او القنطار لحقنا سنه 950. سلاله جزائريه مميزه وتحتاج الى تربيه خاصه من اجل المحافظه على هذه الاخيره التي تواجه الانقراض حسب الموالين الذين يسعون لتربيتها والمحافظه على استمرارها.